رسمياً أعلن ملك المغرب محمد السادس تقدم بلاده بملف مشترك لاستضافة بطولة كأس العالم للعام 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال. الملك محمد السادس نصره الله كيعلن على أن المغرب غادي تقدم بعرض مشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030، بحيث قال الملك محمد السادس نصره الله في رسالة اللي قراها الوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة السيد شكيب بن موسى في العاصمة الرواندية، على أن المملكة المغربية قررت على أنها تقدم ملف مشترك لاستضافة كأس العالم 2030 لكرة القدم مع الجارة الإسبانية وكذلك البرتغالية. ووضح على أن هذا الترشيح المشترك لاستضافة كأس العالم 2030 غادي يكون سابقة في تاريخ كرة القدم الإفريقية، وغادي يحمل عنوان ربط ما بين القارة الإفريقية وكذلك القارة الأوروبية، ما بين شمال وجنوب البحر الأبيض المتوسط. وهذا التنظيم هذا غادي يكون فيه مزيج ما بين الحضارة العربية الإفريقية المغربية وكذلك الحضارة الأوروبية الإسبانية البرتغالية. صراحة الخوت هذا الترشيح اللي غادي يكون ما بين المغرب والبرتغال وإسبانيا غادي يكون واعر وبلان زوين بزاف، وغادي تكون في كأس العالم واحد اللمسة عربية إفريقية ممزوجة بلمسة أوروبية إسبانية برتغالية. لكن الخوت دابا سمعوا مزيان، راه في البداية البرتغال والصبليون كانوا مستبعدين المغرب في ملف مشترك باش أنهم ينظموا كأس العالم 2030، وكانوا باغيين أوكرانيا هي اللي غادي تقدم معاهم ملف مشترك لاستضافة كأس العالم 2030. لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم كيفضح بالاتحاد الأوكراني، خصوصا الرئيس اللي تورط في عمليات الابتزاز والغش في كرة القدم الأوكرانية. وزيد على ذلك أن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا وكذلك الاتحاد الأوروبي كانوا معارضين الفكرة ديال ترشيح دولة في ملف مشترك من مختلف القارات أو الاتحادات لكرة القدم. لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم كيوافق في الأخير، لأن حتى السعودية ومصر واليونان باغيين يقدموا ملف مشترك لاستضافة كأس العالم 2030. دابا الخوت اجيو تشوفوا الكارثة العملاقة اللي احنا اساسا درنا عليه هذا الفيديو هذا. ناض سيدي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كيوجد ملف مشترك لاستضافة كأس العالم مع تونس والبوليزاريو، على اساس عندهم ان البوليزاريو دولة، لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عجبني فيهم وقال لهم بلا ما تحاولوا، لان الملف ديالكم مرفوض من البدايه ديالو وراه ما كيحترمش المعايير الدوليه لكرة القدم. وأكدت الفيفا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وكذلك الاتحاد الجزائري لكرة القدم على أن البوليزاريو ليست بدولة باش أنها تدخل في ملف مشترك مع الجزائر وتونس لاستضافة كأس العالم 2030. صراحة الخوت اللي غادي نقول هو لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مشى عند الله، وما حده هو الرئيس ديال الجزائر، فالجزائر ديما اللور وما عمرها غادي تقدم لقدام. المهم الخوت كنتمنى ان الملف المشترك لتنظيم كأس العالم 2030 اللي كيجمع ما بين المغرب والبرتغال واسبانيا انه يتم التصويت عليه باش يتم التنظيم رسميا لكأس العالم 2030 في المغرب والبرتغال وإسبانيا، لأنه صراحة غادي يكون من أجمل التنظيمات لكأس العالم في التاريخ، خصوصا من اللي دولة قطر رفعت دابا التحدي على أمريكا والمكسيك وكندا. شكرا لكم على المشاهدة ونشوفكم في فيديو الجاي والسلام عليكم.